حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه بقى في الجو الحر والفرهده ده؟ محتاجين فعلا كوبايه ليمون بالنعناع زي بتاع الكافيهات. بس كتير مننا بيشتكي انه لما بيعمله بيمرر معاه. الحقيقه ليه اسباب كتير للمراره دي، فهنقول في الفيديو هنا على كذا سبب اللي بيخليه يمرر معاكي، واتحداكي بعد الفيديو ده انه يمرر معاكي تاني. اول حاجه بجيب معايا هنا الليمون والنعناع اللي هو البلدي الفريش ده. الليمون كمان الاخضر بيكون طعمه مركز قوي في العصير الليمون بتاعنا. طيب اول حاجه في اسباب المراره وهو القشر، فاحنا هنا بنقشر الليمون وهنقسمها نصين وهنشيل كمان البذر، يبقى عندنا هنا القشر والبذر دول كده اول سببين معانا للمراره بتاعه عصير الليمون. فهنقشر الليمون ونشيل منه البذر كده بكل سهولة. على شفشة الخلاط هعمل 4 ليمونات كبار كده او 5 ليمونات، 5 كده، انا عملت 5. وهنا كمان من سبب برضو اللي بيمرر في الليمون بالنعناع وهو عيدان النعناع، فاحنا هنا هناخد الورق بس، غسلاه طبعا كويس قوي، هنقطفه كده زي الملوخية، هناخد منه اوراق النعناع، احنا مش محتاجين العيدان في حاجة. تمام كده زي الفل، هيبقى معاكم اجمل عصير ليمون بالنعناع. بعد ما قطعتهم كده هما الاتنين هجيبهم في شفشة الخلاط، هحطهم الاتنين على بعض، هحط نص كمية المية، مية ساقعة هنا تكون مشبرة، وهضربهم في الخلاط لوحدهم من غير مية ولا من غير سكر قصدي، ولا حاجة تاني خالص. ضربتهم كده مع بعض الليمون والنعناع بس. بعد كده بقى عندي هنا كده مركز الليمون بالنعناع، هصفيه، هجيب شفشة وهصفيه بالمصفى كده وبالمعلقة، هصفيه هشيل منه كل التفل الزيادة ده اللي احنا مش محتاجينه، خلاص احنا خدنا نكهة الليمون والنعناع المركزة. يبقى هنا ضربنا الليمون والنعناع بنص كمية المية، خلاص كده هنشيل التفل وهنجيب شفش الخلاط تاني، هرجع فيه الليمون بالنعناع اللي احنا ضربناه في الخلاط، هحط عليه بقى المكون الاساسي هنا، هو كوباية متوسطة كده او صغيرة من اللبن، هقول لكم ليه اساسي دلوقتي. هنضيف بقية المية بتاعتنا وهنضيف كمان السكر حسب الرغبة، يعني على شفش الخلاط ده من 4 ل5 معالق على حسب الرغبة. انا هنا حطيت 4 معالق وضربته، لقيته لسه محتاج سكر، حطيت معلقة تاني، ونضربهم بقى كويس قوي. شايفين بقى اللون المركز والرغوة العالية، الفوم العالي ده اللون المركز والفوم العالي ده من كوباية اللبن يا جماعة. كوباية اللبن بتديله لون حلو، بتديله طعم غني كده مركز، بتعمل لنا الفوم العالي اللي احنا شايفينه ده، بيبقى فعلا طعم كده الليمون بالنعناع اللي احنا بنشربه في الكافيهات ونقول لا ده فيه طعم كده مركز، طعم غني، في حاجة كده غير اللي احنا بنعمله في البيت. ده من كوباية اللبن الصغيرة، او لو كوباية كبيرة نص كوباية. شايفين بقى صبيناه، حطينا بقى مكعبات التلج في الكوبايات الشوب بتاعتنا وصبينا. شايفين اللون المركز كمان الفوم العالي، يعني انا كمان قللته، هو عامل فوم اكتر من كده. وبعدين ملحوظه كمان، احنا لما ضربناه تاني في الخلاط ما صفيناهوش بعد كده خلاص، لان احنا اوريدي كنا مصفيينه في الاول، فلما ضربناه مرة تانية باللبن وبالسكر وبقية المية، خلاص ضربناه في الخلاط كويس وصبناه في الكوبايات بتاعتنا كده. بجد ومن غير مبالغة أجمل شوب عصير ليمون بالنعناع هتجربوه في حياتكم. يلا بقى روقوا كده على قلبكم في الجو الحر ده وجربوه بالطريقة دي، بجد هتدعولي، ما تنسونيش في دعوة حلوة كده منكم. حتى كمان لو اتبقى منكم وقعد يعني في التلاجة برضو مش هيمرر. ولو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش اللايك وتعليق حلو، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.